بقول لك ايه، لما يكون جوزك طيب وابن حلال حافظي عليه. حافظي عليه، ما تنقيش الالفاظ الوحشه، ما تنقيش الكلام المجلجل وتديهوله في جنابه الصبح كده غلط. ده راجل على الله وطلع يشتغل وطلع على الله. لازم تبسطيه، مش تطلعيه متعكنن من كلامك. خلي الفاظك حلوه مع جوزك، ده جوزك ابو عيالك، ليه تعملي معاه كده؟ ظبطي نفسك معاه، ما تبقيش وحشه في حق جوزك. عيب منك الكلام ده، عيب. تنقي الالفاظ الحلوه، مش تنقي الطوب بتاعك الدبشه تديهوله في جنابه. ليه كده؟ ليه تحيريه وتعكنين على دمه على الصبح ليه؟ اظبطي من حالك، ده جوزك ابو عيالك. ما تعمليش معاه الوحشه، اعملي معاه الطيبه مش الوحشه. ما تنقيش الالفاظ غيري من كلامك، غيري من افعالك، طوري من نفسك. عيب منك كده لما تعملي العمايل الوحشه مع جوزك، ده جوزك ابو عيالك اللي نفسك فيه كله هيجيبهولك. بس الصبر، الصبر شويه، مش علاولة كده. يا ريت يا جماعه تصلوا على النبي وتشيروا الفيديو وتعملوا لنا لايك، وربنا يهدي وسلام عليكم.